عايزك بس قبل ما تختم يا استاذ مهيب، أيوة. يعني هنا ام بي سي محطه كبيره يعني محترمه وليها متابعين كبار يعني. امبارح كابتن مدحت شلبي اثار في برنامجه بعض كلام يعني المغلوط وغير صحيح، ومفروض يعني قبل ما يطلع يتكلم لازم يكون متاكد من معلومه. أيوة. هو غاب عن البرنامج بتاعه او عن الاعلام حوالي شهرين او 3، فعايز يرجع يقول للناس انا موجود يعني. لا يقول للناس انا موجود، فانا بعذره ان هو عايز يحسس الناس ان هو موجود في الاعلام الرياضي. هو امبارح اتكلم وقال اصل الكابتن محمود الخطيب دعا المرض وقت سفريه امريكا، وهو الراجل اصلا ما خدش تاشيره. لكن انا النهارده وانا معاك على الهواء ان انا وقتها كنت انا يعني بخلص اجراءات الكابتن محمود الورقيه في السفاره والكلام ده كله. فانا بس عايز اوريك، اتفضل كده شوف كده على الهواء، بتشوف ولا تلبس النضاره؟ فانا بس عايز اوريك، اتفضل كده شوف كده على الهواء، بتشوف ولا تلبس النضاره؟ هلبس النضاره. دي تاشيره مين؟ دي تاشيره كابتن الخطيب. من كام لكام؟ 2025 ل 2030. طيب احنا هنا التاشيره موجوده من 27 ابريل 2025 ل 22 ابريل 2030. وانا هنا كده لو الناس عايزه تشوفها يعني، لو مش عايزين زوم خلاص، لكن انا وريتها لك على الهوا عشان يعني كابتن مدحت مفروض انت في محطه كبيره، ده اعلامي كبير، مفروض ما يستلزم وانت بتقول عليه اعلامي كبير انه لازم يتاكد من معلومته وزميل. لكن انا بفسر يعني اللي هو اديني بس وقتي. انا هنا احنا بنحترم الناس كلها على فكره، وانا عمري ما بغلط في حد، لكن انا بفسر اللي هو عمله ان هو غايب بقاله حوالي شهرين 3، فهو عايز يرجع للناس ويقول انا موجود.